وفوق هذا الكلام يعني احنا اليوم خسرنا وبهدفين. مدربنا احنا خسرانين عليه يعني تقريبا نقول لحد الان 40-50 الف دولار. في مدربين خسرانين عليهم 90 مليون دولار لحد اليوم، وخسرانين اليوم برضو ب2-0. فهذه كرة القدم. مين اللي قال لك 90 مليون؟ عبد العزيز. لا مو صحيح. عبد العزيز المبلغ هذا معقول 90 مليون؟ طب انت الحين اديت معلومه من عندك يعني. لا انا كلمني عبد العزيز. قول المنتخب السعودي، لا تحاول انك انت انا قلت المنتخب السعودي عبد العزيز. لا اقول لك انا قلت لك. ما قلت فريق خسران. انا قلت لك في كلام انه 4 سنوات انه موقع بحوالي 90 مليون. هذا قلت الكلام وليس اكيد. بس مبلغ 90 مليون ولا ليش ما تقول المنتخب السعودي موقع كذا تقول فريق خسران وفريق خسران. خليك دايركت على طول، قول المنتخب السعودي. يعني لا تصير غامض. يا ماجد يا جمال عبد الله يا جمال لا تعايرني ولا عايرك. لا ما عايرك. كلنا خسرانين اليوم السعودي في طريقك. كلنا خسرانين اليوم. وش المشكلة؟ كلنا خسرانين وهي كرة قدم ما في مشكلة عادي يعني. بس الأسلوب حق عادي ما في مشكلة. المنتخب السعودي اليوم خسران وأنا على فكرة 90 مليون و50 دولار. ايش دخل الموضوع هذا؟ يا جمال أمس أنا قلت الكلام هذا. كل المجلس كان متوقع المنتخب السعودي يفوز إلا أنا والاخ رياض. وش يعني قلنا بيكسب المنتخب العراقي. ليش؟ وش يعني؟ ليش انا توقعت كذا؟ ليش يعني لو خسر المنتخب السعودي عنده يعني مشاكل أي فريق كبيرة. العالم ما يخسر ويهزم. المنتخب السعودي عنده مشاكل كبيرة وانتم للاسف السعيد. ايش المشاكل؟ للاسف الشديد انتم يا اعلاميين انتم يعني ريكارد الان بتقول لي 4 سنوات. الحين انت الحين حكي بالخيمة قبل البرنامج. شو لا تحكي؟ افرض اني ما ابي اقول الرقم ولا يمكن اني قلت ولا ما قلت؟ قلت ولا ما قلت؟ هلا قلت انا ما بخاف من احد، بس يمكن انا اللي اقول الرقم. المعلومه هذه ما دام قلتها انت بعدين. طيب الموضوع مباراه البحرين واليمن صح ولا لا؟ بعدين افرض اني انا بقول ذا الكلام، ليش تاخذ كلامي؟ انت الحين طلعت سارق كلامي. كم قايل؟ انا قلت قدامك يقولون 4 سنوات 90 مليون. هذا اللي طلع في الاعلام. هذا مو صحيح. هذا ما ادري. اتمنى ان 900 تنقل معلومه بس، وكيف تنقل معلومه؟ انا بتكلم قدام. لا بس دقيقه ما تكلمت ولا تكلمت في مكان ثاني. عادل اسمح لي يا دكتور. على منتخبك على العين والراس بالضبط. خير انا بسال جيب تاريخ منتخبك المنتخبنا احنا. شوف بالله العظيم 1%. انا الحين بقول انت تتكلم على قلب. شو اللي بنصرف احنا على الرياضه زي ما بتصرفوا انتم يعني؟ احنا اسيا منهزمين، واحنا منهزمين من بطل الخليج 10 مرات. 10 مرات مو فريق اليوم. ما عمرك كنت 10 مرات استراحه للفرق. انت 10 مرات. عادل وجاسم لو سمحتوا لو سمحتوا اليمني هذول من مش 11 شخص في الملعب. هذول منتخب 25 ل 30 مليون. دخل المنتخب السعودي مو استراحه. الاستراحه شو استراحه؟ الاستراحه انتم تعرفوها انتم الاستراحات. الله يرحم والديكم. ايش بالكم انتم اليوم كل الشابين؟ اهدوا الله اذكروا الله. اذكروا الله. اذكروا الله. اذكروا الله. اذكر الله يا خالد الله. اذكر الله. اذكر الله. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. الاستراحات مو عندنا. الاستراحات هم يعرفوا الاستراحه. لحظه لو سمحت. عيب يا اخي. لحظه لو سمحت. عيب. لحظه. عادل لو سمحت انا ما ارضى. لو سمحت عادل. ما يصير الكلام. لو سمحت عادل. انت مو قلت استراحه ولا لا؟ عادل عيب الكلام هذا. عادل لو سمحت. عادل لو سمحت انا ما ارضاها. هذه اساءه كبيره. لو سمحت ارجوك. عادل لو سمحت. جمال لا تولعون يا جماعه لو سمحتوا. لو سمحت احترم نفسك وخليه. خلاص لو سمحت. احترم نفسك. انا عادل لو سمحت. يا جمال ايش بلاكم اليوم؟ لو سمحتوا. جاسم هدي. لو سمحت. جمال لو سمحت. اخطا علينا قاعد. جمال لو سمحت قلنا لكم اهدوا شوي ارجوكم. لحظه كلكم محشومين الله يرحم والديكم. ايش بلاكم اليوم؟ اسالك سؤال ايش دخل شابين عليكم الضوء اليوم؟ ايش دخل المنتخب السعودي في موضوع المباراه؟ لو سمحت دقيقه. لو سمحت. طيب دقيقه اعطوني الفرصه انا اتكلم يا جماعه الخير. هدي ابو عبد العزيز هدي. انا خليكم براحتكم ترى مو عشان تتطورون على بعض ارجوكم. يا اخي ما يصير. لو سمحت جمال. عادل كلمتك مرفوضة عندي رفض تام وحساسة ولها معاني مش حلوة. وانت انسان. انا اسحبها يا اخي. اسحبها بس اقول كمان يا جماعة احنا بنتكلم على منتخب ل 30 مليون. عيب نصغر ايش احنا؟ من اللي صغره؟ الحين الاستاذ يقول لي هذا منتخب استراحة. ايش استراحة؟ لو سمحت لحظة شوي. لحظة. هذه وجهة نظر فنية. أنا أعتبر المنتخب اليمني محطة تزويد للفرق كلها. طيب لحظة شوي. غيرنا كلمة الاستراحة. أوكي
لحظه عادل خلينا نتفق على اتفاقيه. انا فنيا اشوف اضعف فريق اليمني جيب لي فوز. اوكي جاسم شوف براحتك يا اخي، يا اخي شوف براحتك بس انتقي كلامك، شوف براحتك وانتقي كلامك. جاسم صح، لا تغلطون على الرأي تقولي والله منتخب لا قول منتخب متواضع فنيا احنا نسميه. اسمحني يا عادل لو سمحتوا انا ما ابي نوصل هالمرحله. انا 1 و3 قاعدين انتوا الحين كلها عشان هوشه المباراه. لو سمحتوا انا وش قلت لك؟ انت واحد يرد احنا واحد يرد عن السعوديه، واحد منا عادل يا عادل لو سمحت عادل لو سمحت يا اخي لو سمحتوا ارجوكم لو سمحتوا ناخذ نظام. شكرا جزيلا لكم.